الله 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 ربنا، الله 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 حسبنا، يا إلهي تولى حولنا بالذي حاز رتبة عالية. أهل ريمة أنا في جاركم بالمديح اذكروني بالكم. مدينة ريمة، جبال تعانق الشمس وتسامر القمر، إنها جنة من جنان أرض السعيدة، تعلو السحاب لتقبل ثار القمر. ريمة مئذنة بوح الوجدان، جبالها الشاهقة المكسوة بالخضرة كأنها وشاح يلتوي على ثوب أخضر مرصع بأحلى الحلي والدرر. محافظة ريمة منطقة تستطيع تقول أنها قديمة، يعني ربما بعض الآثار التاريخية أوجدت أنه في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا وجدت في بعض النقوش أن ملوك سبا سيطروا على هذه المنطقة، وكان حصن يفعان من هذه المناطق. ووجدت بعض اللقى الأثرية، وتم اكتشاف مدينة اسمها مدينة العجب أو علبان في الدومر، بل أن الهمداني يقول أن هذا الوادي وهو وادي شجبان ربما يعتبر أول منطقة للإنسان اليمني على الإطلاق. محافظة ريمة تقع ما بين واديي سهام ورماع، وباشتهار هذين الواديين اشتهرت المنطقة. صلاة الله على من حوى كل المفاخر، ختام الرسل طه دليل كل حائر، هو المبعوث فينا الله الله ياهو إلى بد وحاضر، الله الله ياهو حبيب قد ترقى إلى علي المناظر. صلاة الله على من حوى كل المفاخر، ختام الرسل طه دليل كل حائر، له فضل علينا الله الله ياهو وذكر في العشائر، الله الله ياهو وكم من معجزة كما في صاع قادر. صلاة الله على من حوى كل المفاخر، ختام الرسل طه دليل كل حائر، لقد ضيعت نفسي الله الله ياهو وبت اليوم حائر، الله الله ياهو ولما عاد ذهني عرفت الحق ظاهر. صلاة الله على من حوى كل المفاخر، ختام الرسل طه دليل كل حائر، في يومنا القاسوءنا. في أعالي جبال ريمة ومنذ قرون خلت أسس الإنسان اليمني حضارة إنسانية خالدة. لا تزال مآثرها قائمة، وتسمع أصداء الفنون الأصيلة تتردد وتتجدد.
لتفصح عن ثقافة متجذرة وذائقة رفيعة تظل شاهدا زمنيا لا يبلى، وعمقا حضاريا لا يندثر، بل يزداد تألقا ورسوخا. في القرن العاشر تقريبا الهجري ظهر البن والقات معا، وكانوا هذه من أسباب الثنائي الذي طبعا للصوفية نستطيع نقول للصوفية ثلاث ثلاثيات: البن والقات والنشيد أو السماع. هذا منطقة ريمة حاضنة للشجرتين، وإن كان نحن نعتبر على أنه وجود القات جانب سلبي فالبن كان جانب إيجابي، لكن المنطقتين الصوفية كانت حاضنة لهذه الشجرتين، وبغض النظر عن اختلاف منشأهما هل كانت من الحبشة أم من اليمن، لكن كانت البن فعلا يعني وجدت في أيام علي بن عمر الشاذلي، وعن طريقها انتقلت إلى ريمة، وكانت ريمة من أولى المناطق على الإطلاق التي اشتهرت بزراعة البن. وكان السياح الأجانب أو الرحالة الأجانب وتجار البن والبعثات اللي كانت تأتي إلى اليمن كانت تتركز في بيت الفقيه، وعندما تعجز عن وجود البن كانت تذهب إلى ريمة، حتى اشتهر أن سوق الحدية وسوق علوجة كانوا هؤلاء من أشهر أسواق البن في اليمن. ربما هذه الأجواء تقترب قليلا من الأجواء في زبيد، ولها تراثها الضخم والعظيم، وهو أيضا ما يمس ريمة أيضا، لأنه يختلط لدينا